بلغ الله تعالى بدون القول في جنة الخلد والأمان وسنة تنكر إجامله وقوله لتتشنف بالرؤيا أسماء الخاسرين عند أمل مهمه وقوله إن خبته من كلام فتن بالطريق ومن له وجد شك أكيدة مقمة وحبة وسيق كالشيخ عبد الله بن جارون الذي لقاه بنا وشرد التمكينا في كتاب نتاج الأرواح رغبة بالأشياء والكمال والبسمة الخلافيات واستئذانا لجري بالرقامة والبركات الجزار إذ بذكر تلف وباب السماوات العالية وتنهل من وزرة القدس بالبيوتات الإلهية وفسدوا بوجائك بالآل ترد أنه وطلب الإمداد بأسرار فليجعل بذكر الخاسرين عند بلوغ إليها بأخبار وسميته بالجد الثاني في ذكر مدة من مناكب القدس الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله الفاتحة. بسم الله الرحمن وأبو الشيخ الكامل والجبت الواجود المقامة الأنية الشريفة والأقدام الراجبة والتمكن التام والأكوان المنيبة والكمالات الشامخة القدس الرباني والنور الشافي القرآن والهيكل السماوي والعرش النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ابن أبي زنك موسى جنك دوشت وكيل جنك دوشت ابن عبد الله ابن يزيد بن محمد بن داود بن الموسى الثاني بن عبد الله الثاني بن الموسى جون بن عبد الله ابن عبد الله بن المات بن آدم المثنى بن الآدم الجبت بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسبهم كأن عليه يسيرها نورا وبالباقي سباقي أبودا يسير لنا كل أمور وعافينا من كل نزفوا له بوجهه أجمل عاد منقات ملائكة السماء سجودا يسير لنا كل الأمور وعافينا من كل أمر أوبانا نزفوا كتاب الله أواه جادا بمدحه من ذا يروم جهودا يسير لنا كل الأمور وعافينا من كل آف يا ربنا بالهيكل نوراني
سألناكم ولزلفى رجاء
عونكم وفي أمري رشدناكم فشدوا أزماكم لله أنك بصلاة الله على سبيل سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا ربي بدادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويزفو وقتنا لله أنك بصلاة الله على سبيل سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وخمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله أنك بصلاة الله على سبيل سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا جميع الخلق عند الله أنك بصلاة الله على سبيل سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله آمين 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 يا الله رب العالمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المحيي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي الكرم قبل الفناء يعم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا الأولى بغينا ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم
للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اكفنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وبأهل المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واحتم بأخذ الختام إذا تنى الإجرام وحان كين القمام ما زاد رزق الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الرجال المهيمن جلد العزيز جلد الجبار جلد المتكبر جلد الغالب جلد البارئ جلد المصور جلد الغفار جلد القهار جلد الوهاب جلد الرزاق جلد الفتاح جلد العليم جلد القابض جلد الباسط جلد القابض جلد الرافع جلد المعز جلد المذل جلد السميع جلد البصير جلد الحكم جلد العدل جلد اللطيف جلد الخبير جلد الحليم جلد العظيم جلد الغفور جلد الشكور جلد العلي جلد الكبير جلد الحفيظ جلد المغيث جلد الحسيب جلد الجليل جلد الكريم جلد الرقيب جلد المجيب جلد الواسع جلد الحكيم جلد الودود جلد المجيد جلد الباعث جلد الشهيد جلد الحق جلد الوكيل جلد القوي جلد المتين جلد الغني جلد الحميد جلد المحسن جلد المبارك جلد المعيد جلد المحيي جلد المميت جلد الحي جلد القيوم جلد الواجد جلد الواجد جلد الواحد جلد الأحد جلد الصمد جلد المقدر جلد المقتدر جلد المقدم جلد المؤخر جلد الأول جلد الآخر الظاهر جل الباطن جل الوالي جل المتعالي جل البر التواب جل المنتقم جل العفو جل الرؤوف جل مالك الملك جل ذو الجلال والإكرام جل الممسك جل الجامع جل الولي جل الولي المانع جل الضار جل النافع جل النور جل الهادي جل البديع جل الباقي جل الوارث جل الرشيد جل الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Jadina mahasatikum panjenengan sedang samirawo masyarakat kang Sekar Mojo min hawa ijid dunya wal akhirah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya dan abu ya dan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pembacaan manaqib dan zikrul wabilin yang akan datang insyaallah akan kita laksanakan bersama besok pada hari Ahad tanggal 6 Agustus bertempat di KUD Setiakawan Nongko Cacar, Kecamatan Tutur. Sekali lagi perlu kami beritahukan bahwa pembacaan manaqib yang akan datang insya Allah akan kita laksanakan bersama besok pada hari Ahad tanggal 6 Agustus bertempat di KUD Setiakawan Nongko Cacar, Kecamatan Tutur. Sekian pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kata konco-konco jamaah manaqib zikrul wabilin ingkang badhe tindak haji. Muga-muga diparingi budal selamat mantuk selamat sak keluargae. Al-Fatihah. Iya kan aku ya kan apa iki jenazah siratal mustaqim siratal ladzina Ngenun sewu derek ibadah haji rukune Islam sing buli dhewe abot sanggane nggih bondo tenaga nggih bondo dunya nggih bondo sembarang bondo kesabaran dan sebagainya panji niku sing abot ini rukune Islam sing nomor wingking didele wingking diambil niki masalah pun mboten mawon niku tindak lakune Nabi Ibrahim kata syariate Nabi Ibrahim sing dilampahi umat Kanjeng Nabi. Contoh ibadah haji Nabi Ibrahim niki derek niki wonge sewuke waduh dunyane blagedhumpun dunyane sambrek sapine sambrek untane sambrek gebrek masalah tiyane niku loman sosial damel Ka'bah sak piturute bangun Ka'bah masjid sak piturute niki masalah kurban medo 1000 saben taune lembune 300 untane 100 ngeten ben taun tiyane niku loman sosialnya tinggi mila saged diangkat sebagai khalilullah maknane kekasih Gusti Allah. Mila Kanjeng Nabi dawuh as-sakhiyyu habibullah walau jahilan wong loman ngono dadi kekasih Gusti Allah senajan iku gak iso ngaji bodho sehingga ngangkat grip derajat tiyang niku dherek dari bentuk sosial
Contoh Wali Songo kali Gusdur, ngoten nggih. Wali Songo, Gusdur, Jenderal niku napa namine Panglima TNI Ilmin, Jenderal Sudirman, Pak Karno, Pak Hatta. Niku yang sosialnya tinggi, Masya Allah. Kami jenenge nek krungu jenenge Pak Karno, Pak Dirman, Jenderal Sudirman, Wali Songo, Gusdur. Padahal sembahyangnya ya padha, nggih. Sembahyangnya subuh padha rakaate. Ampun nggih. Nek Pak Dirman polane wonge jabatane tinggi nek sembahyang subuh petang rakaat napa? Ayo tenderek ya. Polane Wali Songo nek sembahyang lohor 12 rakaat napa nggih ngoten? Nggih boten. Sami kali kula panjenengan sedaya antarane Wali Songo, Jenderal Sudirman, Pak Karno, Gusdur salat subuh padha rakaate. Nek salat lohor padha petang rakaate ngoten derek ya. Sami mawon. Tapi mengapa kok iso jenenge nganti kaya ngoten? Lho Nabi Ibrahim iki ngoten dijuluki Khalilullah. Malaikat niki matur ten Kanjeng ten Gusti Allah. Malaikat didelok ten kitab Durratun Nasihin. Malaikat dawuh matur ten Gusti Allah. Lah nggih si Gusti, wong Nabi Ibrahim niku lho tiyane donyane sak brek bendina ning repot ambek anake, putune, bojone, repot penggaweane ten Tegal, ngoten nggih. Ngramut sapine iki gak ado ambek Pak Ibrahim manakib kira-kira ngoten. Lho jarene ya apa ya? Nggih repot sampean kok tiyang nganggur boten. Panjenengan niku tiyang repot. Tukune, pasare repot, pegawe repot, sapine kok anggur-angguran boten panjenengan. Masalah lu ngoten kali Gusti Allah diangkat Khalilun niku akhire malaikat protes ten Gusti Allah. Fa kaifa yakunu khalilan laka ma'a hadhihi sawahil. Lan nggih Gusti wong ngoten kok sampeyan ngangkat kekasih panjenengan padahal wis bendina repot ambek donya brana. Dawuhe malah Gusti Allah tengene malaikat. Faqalallahu ta'ala la tanzuru ila surati abdi wala ila malihi ila qalbihi wa amali. Malaikat ojo didelok rupane, nek wong anake ya wis ngono-ngono ae. Ingat dereng ya. Masalah yo kate ubel-ubelan, kate cobaan nek ngono-ngono ae. Wala ila malihi yo aja didelok harta bendane, polane tokone gedhe, sawahe akeh, sembarane akeh. Tapi bojone situk mawon derek menawa. Nyalip-nyalip kiyaine ngoten. Kiyaine siji kok jamaah katene telu wae ngoten ya. Wah iki sulat bae ngoten. Masih kulo nggih kepingin tapi ngrek ngoten. Asline jamaah manakib iki jamaah grek-grek aneh ngoten ya. Kate telu iki sukan yae ngoten. Kulo dhewe ngoten. Kate papat iki sukan jamaah. Akhire padha rem-rem aneh ngoten. Pikir karep tapi ngempet kabeh. Wala ila mali ojo didelolane polane sugih nekat bal ila qalbihi wa amalihi deloken atine perbuatane makna dunyane sak brek-brek gak cumentel buktine wae manakib yo manakib ya masalah celek nek ndelok jamaah manakib ngoten ya. Wong enten sing Pak semiran, ana sing anting-antingan. Lho niku mek getek bendok temene jerone zikir. Wah, orang gerek ya. Dun. Karena apa? Sosialnya tinggi. Nabi Ibrahim dijuluk Khalilullah. Kados Pak Karno sekulatulaken kados anu Jenderal Sudirman sak piturute namanya iku kok harum ngantos saiki karena jasa. Kenapa namanya
sosialnya tinggi. Ibadah macam kali enten ibadah bangsa ritual, walaupun ahli wiridan, ahli sembahyang, tapi sosialnya minim. Pak Poa yang mbek soleh ngono wis gak kesuwur belas lha napa mboten munggah napa-napa kula niki agrit ya gak duwe RT niku mboten kula mboten pun muni RT ranting NU niku lho mboten enem ada mboten enggak ada speaker ini campur-campur politik ya. Oh ya ini yang jadi kebacut usaha terus noae ngoten iki. Alhamdulillah panji sing garakaken munggaken grit niki sosial. Nanti duwike tekene Pak Karno, Pak Hatta, monggo. Niki nek gak jiwa sosial tinggi, mboten kira. Mbok jare kula soleh kok gambar. Ayo boleh gambar dapur ngono ngoten ya. Wong RT mboten kok RW mboten. Ranting NU lho mboten. Tiyang derek nek jiwa sosialnya tinggi. Kuburane niku dituding kok. Kala kuburane Pak Karno, kala kuburane Gus Dur, kala kuburane Wali Songo. Hebat niku dereke. Kuburane tapi nek kuburane teroris derek kalau kuburane teroris aduh apa salah yang bobot niku ngepuk peteni jaban bayi lanang wedok anak turun aku pitung turun cek aja kaya abroji ngono kok lagi ya motor mek muta-muta mari mangkane gak apa-apa iku ya tiyang derek nek jiwa sosialnya tinggi, dunia mengacungi. Bener sing nglakoni mboten kepingin dilem, mboten itu Bu, mboten kepingin masih Pak Karno gak kepingin dilem. Masih Jenderal Sudirman mboten kepingin dilem, Gus Dur mboten kepingin dilem, tapi sing ngelem suara masyarakat. Muga-muga kula panjenengan sedaya saged niru dhateng tiyang ingkang mempunyai jiwa sosial tinggi. Nek niki ngendere dia minimal sak keluarga ngenakno sak keluarga. Oh, niki jenenge ngoten iki ya. Bahwa muga-muga diparingi rezekine jembar barokah. Alhamdulillah. Hamdan yu'afin ya Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa la hadatu khairun nabiyya min jamin wa sayyi'at wa tarfa'una bi anna darujat wa ya wa la liwasa bil wa ibadatu sama kana sahil umuruna wa balina ilaika ya rahman Allahumma simana min qasatika makdina wa muwajjahna yakin ma wa dunya Allahumma atina bi asma'ina wa salina wa ansurna ala man adana wa tajamu sibatan nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul alim wa anta ni'mal mu'in